السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. بعد جولة كده في المعارض قلنا نشارك حضراتكم بقى الأسعار المحدثة للعربيات بتاريخ النهاردة. الأسعار طبعا اللي جوه المعارض يا جماعة، الأسعار الرسمية دي حبر على ورق محدش بقى ياخد بيها. حضرتك النهارده لما بتروح للوكيل بيقول لك لا مفيش عربية، روح للموزع وممكن يسمي لك موزع معين، فتروح للموزع تلاقي بقى السعر حاجة تانية خالص غير الأسعار الرسمية. فتيجي تسأل يقول لك والله خلاص عايز السعر الرسمي روح للوكيل. فطبعا حضرتك ساعتها هتقول لا خليه بقى مع الموزع وخلاص، أو بقى مع المعرض وخلاص. فالاسعار اللي احنا جايبينها النهارده اسعار العربيات في السوق، اسعار المعارض. يلا بينا بقى نبدا الجوله. اول عربيه معانا هي بروتو ساجا. بروتو ساجا بتنزل بفئه واحده بس، سعرها بقى في الاسواق دلوقتي او في المعارض 765 الف جنيه. اخر مره كنا جبنا السعر بتاع العربيه دي كنا عملنا ريفيو مفصل عنها، كانت سعرها حوالي 660 الف جنيه او 670 الف جنيه، بالظبط 669 الف. فطبعا بقى حضراتكم شايفين دلوقتي غلي بقى ثمنها في حوالي بقى تقريبا مثلا ممكن نقول شهرين 100 الف جنيه. تاني عربيه بقى هنلاقيها نيسان صاني. الفئه الثانيه هي دي الفئه اللي موجوده كتير جدا في المعارض، هنلاقيها عامله سعر 870 الف جنيه. طبعا نيسان صاني دلوقتي اسعارها غليت جامد جدا، اعلى فئه ممكن توصل 900 وشويه. زي ما حضراتكم بقى شايفين الفئه الثانيه ب 870، يعني ممكن كمان الفئه مثلا الرابعه بتاعتها توصل اكتر كمان من 900 وشويه. لو دخلنا بقى في التسعميات هنلاقي جيلي جي اكس 3 برو، سعرها دلوقتي عامل 910 الف. اخر مره برضو كنا جبناها كانت عامله تقريبا 830، لكن سعرها دلوقتي 910 الف. هي بتنزل بفئه واحده بس بالموتور ال 1500 سي سي مع الفتيس السي في تي. عربيه بقى محندقه في نفسها كده، اس يو في بس سب كومباكت مش كومباكت. وعربيه بتنزل برضو امكانيات حلوه جدا، كنا قبل كده عملنا عنها ريفيو، تقدر برضو حضرتك تتفرج عليه لو عايز تعرف مواصفات العربيه الكامله. بعد كده بقى رينو تاليانت موديل 2025 بتنزل بسعر 930 الف جنيه. طبعا يا جماعه العربيه دي حلوه، عربيه حلوه، تجهيزاتها من جوه جميله، بس موديل 2025 هو 2024 هو 2023 مفيش اي اختلاف. بس حضرتك بقى لو رحت تسال عليها في المعارض هتلاقيها بسعر 930 الف جنيه. العربيه مشكلتها بس الوحيده يعتبر في الموتور الثلاثه سلندر، الموتور ده يعتبر بيعمل مشاكل في مصر، الصيانات بتاعته عندنا معقده شويه، فبرضه العربيه تخوف من الناحيه دي، بس غير كده بصراحه العربيه حلوه مش وحشه. بعد كده بقى نلاقي نيسان سنترا عامله مليون وستين الف، طبعا تجميع محلي. الفئه بقى يعتبر هي فئه واحده بس بتنزل، وبصراحه الوكيل هيقرنا يعني ساعات ينزل فئتين وساعات ينزل فئه واحده، بس الفئه بقى اللي فيها الشاشه هي اللي مليون وستين الف. طبعا تجميع محلي بس تجميع نضيف يا جماعه، على فكره العربيه برضو قبل كده عملنا لها ريفيو، التجميع بتاعها حلو، تجميع نضيف متوسط كده، مش زي بقى التيجو، تمام، ولا يعتبر برضو زي الهيونداي، وطبعا برضو مش زي التويوتا بقى ولا الايه ولا البيمات والكلام ده كله، بس تجميع يعتبر في المتوسط. لو علينا بقى بالسعر شويه هنلاقي الجيلي كودري، النسخه بقى البري فيس ليفت او اللي قبل الفيس ليفت، موديل 2023، دي عامله مليون 120 الف. عربيه برضو حلوه والفيس ليفت بتاعها حلو، وان كان برضو الفيس ليفت يعتبر اكتر بقى من قدام، وفي نفس الوقت المقصوره جوه او الكابينه بتاعت السائق هي اللي اتغيرت، لكن العربيه من الظهر ما اتغيرش حاجه في الفيس ليفت بتاعها. السنه اللي بعد كده بقى نلاقي ميتسوبيشي اكس باندر، فئتين، اول فئه عامله مليون 215 الف، والفئه الثانيه عامله مليون 325 الف. اكسباندر طبعا يعني الميتسوبيشي عامه غلت اسعارها برضو في الفتره الاخيره، والاكسباندر بصراحه يا جماعه هي عربيه برضو مش منتشره قوي في السوق، يمكن الاكليبس كروس منتشره اكتر منها، بس الاكسباندر مشهور عنها انها عربيه عائليه جامد، بتنافس بقى مع التيجو 8 والعربيات العائليه اللي زيها. بعد كده بقى اوبل كروس لاند، سعرها مليون 370 الف، عربيه اس يو في بقى، بس للاسف العربيه مش منتشره في السوق، يعني بقى اختها يعتبر الكبيره اللي هي جراند لاند يعتبر بقى اختيار احسن منها. برضو قريب من الاسعار دي شويه كده هنلاقي الرينو داستر موديل 2024 بقى الفيس ليفت عامله مليون 390 الف. العربيه طبعا دايما بيشتكوا منها ان الموتور بتاعها مش قوي قوي بالنسبه للجسم بتاعها، عربيه تقيله على الارض، لكن موتورها بقى ال 1600 تنفس طبيعي يعتبر برضو مش ماشي قوي مع العربيه. هنخش بقى في ال 1400 وشويه هنلاقي رينو ميجان 2023، النسخه بقى 1300 سي سي تربو، نسخه السيجنتشر، دي عامله مليون 470 الف جنيه مصري. بعد كده بقى سيئة إبيزا الاف ار عامله مليون 500، عربيه برضه صغيره كده هندوقه هاتش باك، بس حتى طبعا من جوه مش يعني مش للدرجه، عربيه مش عائليه هي شبابيه، تنفع بقى لايه بنوته كده او شاب او عيله برضه صغيره. الاف ار بتاعتها عامله مليون ونص، لسه برضه في رينج مليون ونص. هنلاقي ايه ميتسوبيشي اكليبس كروس عامله مليون 575 الف، عربيه برضه حلوه يا جماعه وعامله مبيعات حلوه على فكره. العربيه دي يعني اعتماديه، مفيش منها مشاكل برضه في الموتور بتاعها، وساعتها من جوه برضه كويسه مش وحشه، وكمان الشكل بتاعه من بره برضه كويس جدا. بعد كده بقى نلاقي تويوتا كورولا الفئه الثالثه عامله مليون 680 الف. طبعا الكورولا اليومين دول غليت بقى 50 الف جنيه اسعار رسميه، بس برضه يا جماعه الكورولا هي عربيه اعتماديه وكويسه، لكن برضه في رينج مليون 600 وشويه بصراحه، يعني سعر غالي جدا بصراحه عليها. بعد كده بقى ام جي 1 الفئه الاولى عامله مليون 700، العربيه دي كنا من فتره قريبه جدا بقى اول ما نزلت مصر، هي نزلت مصر بقى لها كام شهر، عربيه جديده في السوق لسه برضه ما عملتش اسم، بس كانت عامله مليون 350. يعني حضرتك حاليا بتتكلم في ان العربيه في شهرين ثلاثه مثلا غير 350 الف. طبعا بقى العربيات اللي هي بتبقى يعني ايه بتبقى فيها عليها مبيعات جامده، المعارض بقى بتستغل الفرصه دي
وتغلي الاسعار عليها، عربيه بقى عليها اقبال. لكن العربيات طبعا اللي معلهاش اقبال بيبقى يقول لك بقى ايه عليها مثلا تخفيض، عليها مثلا دلوقتي حرق اسعار والكلام ده كله. فالام جي 1 لا عربيه حلوه. برضه لسه مع الام جي اتش اس الفيس ليفت عامله 1,750,000 برضه بصراحه سعر عالي، بس الفيس ليفت حلو يعني الشبكه من قدام شكلها حلو، وبرضه العربيه نفسها شكلها حلو من بره ومن جوه. والام جي اتش اس عامه يا جماعه كمان بالموتور ال 2000 سي سي حلوه جدا. خلصنا بقى الرينج بتاع المليون، هنخش بقى في ال 2 مليون. هما بس عربيتين اللي معانا. اول حاجه كيا سبورتاج او كيا سبورتج، دي بقى الوكيل نفسه بينزلها بسعر 2 مليون 50، لكن احنا بقى قلنا هنتكلم عن سعر المعرض او سعر السوق. سعر السوق بقى بيقول انها 2 مليون 300. طبعا بقى في هنا اوفر برايس 250,000، برضه اوفر برايس عالي جدا. اخر عربيه معانا هي فولكس فاجن تيجوان نازله دلوقتي بسعر 2 مليون 880,000. هي اخر مره برضه غطيناها كانت ب 2 مليون 900، يعني هي كده قلت 20,000 بس طبعا 20,000 دول من الاوفر برايس مش من السعر الرسمي. يعني برضو يا جماعه العربيه لسه السعر الرسمي بتاعها ب 2 مليون 300، 2 مليون 390 بالظبط. اما سعر السوق 2 مليون 880,000، يعني هي كده عليها اوفر برايس بالظبط 490,000. بعد ما تعرفنا بقى مع حضراتكم على الاسعار، في ملاحظات بقى كده لازم نتكلم عنها. دلوقتي الاوفر برايس غريب جدا يا جماعه، في حاجات عليها اوفر برايس بطريقه غريبه، يعني غريب شويه كده، شويه شويتين 3 10. يعني مثلا تيجوان سعرها اصلا في المعارض 2 مليون 880، سعرها بقى الرسمي 2 مليون 390. يعني تيجوان دي اول ما نزلت كانت عامله 2 مليون وشويه، لحد دلوقتي برضه في السعر الرسمي 2 مليون وشويه، لكن بقى الاوفر برايس عليها دلوقتي 490,000 بالظبط. هي كانت من كام يوم كانت عامله 2 مليون 900، قلت بقى الاوفر برايس عليها 20,000 بس برضو يعني ما زال برضو الاوفر برايس بتاعها كبير جدا، بتتكلم حضرتك في نص مليون. الحاجه الثانيه مفيش عربيه بالسعر الرسمي، اسعار كلها اوفر برايس. مفيش عربيه واحده بس توحد ربنا بالسعر الرسمي، فالعربيات كلها بقى بتتباع بسعر المعارض وسعر السوق. الحاجه الاخيره بقى اللي هنتكلم عنها، طبعا الاسعار دي كلها يعتبر السبب فيها حاجه واحده بس. في بقى دلوقتي اليومين دول في حوار بقى ايقاف الاستيراد والقصص دي كلها، دي بقى مأثرة على الأسعار. طبعا بقى الاستيراد لما يتفتح هينزل بقى موديلات 2025، فيبدأ بقى التجار يبقى عندهم تكدس كده في الموديلات، يبقى عندهم 23 و24 و25، فهيضطر ان هو يبيع 23 وال 24، لأن قبل كده لما كان عنده ال 23 نزل ال 24، فاضطر ساعتها ان هو يبيع ال 24 بقى بتخفيضات او بعروض. فهو دلوقتي بالنسبه له مجرد بس ما ينزل ان شاء الله موديلات 2025 هيبدا ان هو يحاول يعمل تخفيضات ويحاول بقى يمشي ال 2024 و 23. فممكن ساعتها نلاحظ ان في اسعار اتثبتت، مفيش اسعار هترخص بس في اسعار هتتثبت. وممكن كمان حتى لو اسعار حاجه رخصت هيبقى اللي رخص الاوفر برايس مش السعر الرسمي. عامه بقى ربنا يصلح الحال. وفي النهايه بقى لو عجبك الفيديو ده عامله بلايك وشير، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.